Audio. أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في لقاء متجدد اليوم وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة لتغطية هذا الحدث ومن قلب هذا الحدث وتحديدا من قاعة المؤتمرات بالتعليم المدني بالجزيرة وفعالية جديدة من فعاليات المؤتمر الطبي الدولي للقلب والسكر والتغذية العلاجية حاملا بشعارا بعنوانا جبر القلوب التابع لأكاديمية الفارس الدولية للاستشارات وتنمية الموارد البشرية. ابقوا معنا مع أقوى وأجمل اللقاءات. معكم ياسر أبو شقرة. يسعدنا وشرفنا أن نلتقي بالأستاذة نزهة من دولة المغرب الشقيقة. أهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. منورة الدنيا يا فندم. الله ينورك يا رب. معكم الاخصائيه المغربيه نزهه الشقيق، اخصائيه في الطب البديل والعلاج بالطاقه وزيت الزيتون كما يضاف، صاحبه ومديره مركز البراق بمدينه مراكش المغرب. انا جد مبسوطه اني شاركت مع اخواننا المصريين الدكاتره وجميع المجالات في هذا المؤتمر، يعني اللي يعتبر مؤتمر مفيد جدا، وانا مبسوطه من دعوه اختنا نرمين يعني والدكتور نرمين بطل. الدكتورة نرمين والدكتور محمود. حضرتك أول مشاركة ليك المؤتمر ولا؟ لا، دي المؤتمر ده أول مشاركة لي فيه، وأنا جد مبسوطة إني شاركت في هذا المؤتمر. نورتي مصر. الله ينورك. الله ينورك. عندك مركز هنا في مصر ولا في المغرب بس؟ كان عندي في مصر، بس لضيق الوقت وضغط الوقت أنا ما قدرتش أكمل، بس عندي مركز عندي مركز في المغرب، وباقي هنا عندي ناس هنا وحبايبي. احكي لنا بقى إزاي الحالة بتيجي تشتغل عليها بالأجهزة الحديثة؟ يعني بشتغل على أجهزة حديثة وبشتغل كتير أنا بالطاقة وزيت الزيتون. هذا هو العلاج بتاعي، يعني الطاقة وزيت الزيتون لمشاكل كثيرة من يعني عند الناس، منها الخشونة الركبة وانزلاق الغضروفي، وبشتغل على مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الشعر ومشاكل البشرة كمان. ده أغلبها بشتغل عليها بالطاقة. عايزين نتكلم برضه، يمكن شايفين الضغوط النفسية في الأسر والحالات النفسية يمكن بتأثر كتير جدا. يمكن أسئلة المحور النهارده المؤتمر الفعالية كانت بتتكلم عن ذلك، العلاقة الطردية ما بين الحالة النفسية اللي أنا أتكلم عليه اليوم إن شاء الله. عنده علاقة يعني التغذية والمشاكل الجهاز الهضمي، وإيه علاقتها بالنفسية، يعني ايه اللي بيوصل الحاله دي للنفسيه. هو ده موضوعنا ان شاء الله اللي هناقشه، لناس كثيره ما بتعرفش يعني ولا ما بتسيرش الوقت. في ضغط، عندنا ضغط في الدنيا مضغوطه زي ما بنقولوا، والتغذيه والمشاكل اللي صارت والوجبات السريعه والمشاكل اللي صرنا بنواجهها، هذه اشياء ايضا هي بتؤدي الى هذه المشاكل النفسيه، ضغوطات نفسيه على الضغوطات طبعا. تحب توجهي كلمة أو رسالة قبل ما نختم اللقاء لدكتورة نرمين والدكتور محمد؟ اولا بوجه كلمه شكر، وشكر دي قليله زي ما بتقولوا انتم المصريين في حقهم. ده انا اتيحت لي عشان انا بشكرهم جدا عشان ادوني دعوه احضر مع اخواننا المصريين والدكاتره وناس في مجالات كثيره ان شاء الله، وانا استفيد منه وما يستفيدوا منه وتكون عندنا علاقه. ده بشكرهم جدا جدا على المؤتمر ده. واحنا نقول لك الف مبروك على التكريم بتاعك النهارده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شرفنا بمصر. الله يشرفك. الله يبارك. زرت حاجات من معالم مصر النهارده ولا؟ لا، انا زرت مصر، ومصر دي تعتبر بلدي الثاني. انا يعني زرت الاهرامات، مشيت يعني جميله جدا، شفت القلعه، شفت المتحف. انا بزور، انا باجي مصر كثير. دايما منور. 5 مرة جيت مصر. دايما تشرفي مصر. الله يشرفك يا رب. الله ينورك. سيبك بقى تحتفل بالاجواء. الله يحفظك. وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، ودايما لقاءات اخرى مع بعض. ان شاء الله ده هيكون لقاءات كثيره باذن الله، وعندي لقاءات ثانيه وعندي مؤتمرات ثانيه ان شاء الله. ده مصر انا باجي لها كثير. شكرا يا فندم. الله يسعدك يا رب. شكرا لك.